بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هاعمل معاكم بسكوت جميل جدًا، سهل جدًا، 10 دقايق بتكوني عاملاه، مكوناته موجودة في البيت، وبمناسبة النهارده كمان آخر يوم في السنة، فتقدري تفرّحي بيه تفرّحي الأولاد بيه وتعمليه لهم وبألف هنا وشفا على قلبكم يا رب. وكمان كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله عام سعيد علينا جميعًا، وما نشوفش فيه لا هَم ولا حزن ولا أي حاجة يا رب العالمين، وكل سنة وأنتم طيبين. المقادير عندي هنا بسم الله، عندي كوباية وربع من الدقيق، نص كوباية من السمنة، معلقتين كبار من الكاكاو الخام وضروري جدا يكون نوعه حلو، نص كوباية من السكر البودر، بيضة واحدة، باكو من الفانيليا، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنا هحط السكر البودر مع السمنة واضربهم بالمضرب الكهرباء، وممكن باليدوي عادي مفيش مشكلة، وممكن بالخلاط، يعني زي ما انت عايزة. سهل جدا ومكوناته ان شاء الله تكون موجودة في كل بيوتنا. وهنا بعد ما ضربته وادى القوام الكريمي دوت، هبدأ ان انا اضيف عليه البيضاية والفانيليا. بيضة واحدة، ما مش مكلف قوي، يعني امكانياته شوية سهلة ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. اضرب البيضة والفانيليا وبقى معايا بالشكل دوت. هحط على الدقيق، هحط الكاكاو وكمان البيكنج باودر. طبعا ضروري جدا ان الكاكاو يكون نوعه حلو ومضمون علشان يبقى بيديكي للبسكوتة او للكيكة حلاوة فظيعة. لكن لو أي نوع أو نوع مش حلو، مش هيبقى معاكِ أحسن حاجة. أضيف هنا الدقيق بالكاكاو والبيكنج باودر بتدريجي بالشكل دوّة، مجرد إن أنا بالِم بس العجينة بالشكل ده. سهل وبسيط أوي. بُصّي دلوقتي خلاص اتلمِّت معايا وادِّت القوام دوّة، حاجة بسيطة وحاجة صغننة وهنفرح بيها كلنا. ودلوقتي هافرده بالشكل ده، طبعًا الشكل ده بتاعِك أنتِ زي ما أنتِ عايزة، عملتيه شكل دائري، عملتيه مربع، مستطيل، بُصّي زي ما أنتِ عايزة، حتى لو قطّعتيه برضه بالسكينة ما فيش مشكلة خالص. ودلوقتي أنا عندي هنا شكل القلب، فهاقطّع بيه بالشكل دوّة، والسمك لا يكون تخين أوي ولا يكون رفيّع أوي، وكمان ما تنسيش إن أنتِ حاطة فيه baking powder فكده، كده هيعلى شوية. وأجيب الصاج بتاعي وأحطه في الصاج بالشكل ده، وأكون طبعًا مشغّلة الفرن على درجة حرارة 160، وما تنسيش إن هو ما بياخدش وقت، 10 دقايق بالضبط في الفرن. كمان نخلّي بالنا علشان هو black، فأنتِ ممكن إيه، تفتحي وتشوفيه برضه. ودلوقتي بعد ما عمل الكمية دي، هي الكمية ديّة في المكونات دي كلّها عملت لي الكمية دي بس. ودلوقتي بقى هازوّقه طبعًا براحتك بقى، سِبتيه زي ما هو كده، عملتيه بطرف شوكولاتة، شوكولاتة بيضا كده رايح جاي عليها، زي ما أنتِ عايزة. أنا عندي هنا كان جزء من النيوتيلا سَما، شوكولاتة سَما، فحطيتها في النُص، وممكن تستبدليها بمربى. وهاحط الطبقة التانية بالشكل دوّة، وشوكولاتة على نُص القلب بالضبط. واللي عندِك بقى حطيه، عندِك سوداني، عندِك جزء مكسرات، عندِك جوز هند، أي حاجة. أنا اللي عندي حطيته. كان عندي خَرَز كده لونه فضي، كان عندي كنت مزوّقة بيه حاجة قبل كده، ففضل معايا، وشوية بندق صغننين كده، فزوّقت بيه برضه، وبقى معايا بالشكل التحفة ده. بُصّي ما شاء الله شكله شيك جدًا وجميل جدًا، يعني بصراحة جميل، وعندي فرحوا بيه جدًا وشكله حلو، طعمه حلو. وربنا يحسن ما بين إيديكم جميعًا. لو أول مرّة تشوفوني أنا اسمي شيماء ودي قناتي، ما تنسونيش بقى في الاشتراك واللايك، وكمان تفعّلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كل سنة وأنتم طيبين. وذواقه سهل وبسيط أوي زي ما أنتِ شايفة كده، وممكن أي نوع شوكولاتة، ممكن بيضا، ممكن أي حاجة خالص، أي حاجة اللي عندِك يعني. بسكوتة دايبة كده في البُق، يعني بجد تحفة. وكمان هتحسيه كمان مايل للبيتي فور كده يعني حاجة جميلة بصراحة. ودلوقتي خلّصت خلاص الكمية بتاعتي، بقت معايا بالشكل دوّة، وإن شاء الله طريقة تعجبكم وتجربوها وتعجبكم بإذن الله. وكان عندي جوز شوكولاتة رايح جاي كده بالشوكولاتة البيضا، ولو سِبتيه زي ما هو برضه شكله تحفة، شيك أوي. ولو ضيوف جايين لِك فتقدري إن أنتِ تقدّميه برضه حلو، يعني ممكن تضاعفي الكمية بنفس الطريقة. وألف هنا وشفا.